منذ أيام قليلة تعرضت قرية مناصوفور التابعة لمركز ديربي نجم الشرقية لحالة حريق غريبة أثارت ريبة سكان القرية، وخاصة أن جميع الحرائق لم يكن لها أي أسباب علمية، وهو ما دفع أهل القرية للجزم بأن الحريق كان بسبب غضب الجن. وما زاد من حيرة السكان هو أن الحرائق التهمت كافة محتويات المنزل فيما عدا الآيات القرآنية دون سبب معلوم. وأكد بعض شيوخ الأوقاف في بعض التصريحات الصحفية وأوصوهم بتشغيل القرآن. المثير في الأمر أن هذه الواقعة ليست الأولى التي يظهر فيها جن في مصر أو يتسبب في أعمال غريبة تثير ذعر الجميع، حيث سبقتها بعض الوقائع الأخرى التي عانى منها المصريين، ولعل أغربها تلك التي تعرض لها شخصيات شهيرة وبعدها حدثت داخل منازل الفنانين. ونستعرض خلال هذا الفيديو أغرب 10 وقائع ظهر فيها الجن للفنانين المصريين. شبح فيلا الفنان عزت أبو عوف وهروب الفنانة يسرى حافية. شهد الوسط الفني صدمة كبيرة بعدما تعرضت الفنانة يسرى لإحدى وقائع ظهور الجن خلال تواجدها بفيلا الفنان عزت أبو عوف، والمعروف بأنه مسكون من شبح يدعى شبح شيكوريل. وعن الواقعة تقول الفنانة يسرى: كنت معزومة في فيلا صديقة عمري مها أبو عوف، وبعد أن تناولنا العشاء وامتدت بنا السهرة أصرت مها على أن أكمل الليلة معها، وبالفعل دخلنا معا إلى حجرة النوم مها، وكانت الساعة قد تجاوزت 3 فجرا وأطفأنا الأنوار وتأهبنا للنوم على سريري. وتضيف: فجأة بدأت أسمع صوت خطوات خارج الحجرة، وتأكدت من أن أصوات الخطوات واضح بعدما بدأ يقترب من حجرتنا، وانتابني إحساس رهيب بالخوف لأنني كنت أعلم أنه لا أحد في الفيلا سوى أنا ومها، فمن الذي يتحرك ويمشي خارج الحجرة ويصدر عنه هذا الصوت المنتظم لخطوات إنسان أشبه ما تكون بخطوات جندي في عرض عسكري. وتكمل: صحيت مها وأنا مرعوبة وقلت لها على الصوت، قالت لي ما تخافيش نام وبعدين بكرة أحكيلك. وبعد محايلات مني قالت لي مها إن هذا شبح ساكن الفيلا من زمان وتعودوا عليه، ولقيت نفسي بنط فوق سريري وفقا لتعبيرها، وأبلغتني أن الشبح ده بيتحرك في الفيلا كلما خلد أصحابها إلى النوم. وبينما كانت مها تتأهب لتروي لي التفاصيل حتى تهدئ من روعي، لم أتمالك نفسي ووجدت نفسي أهرب وأركض حافية خارج الفيلا نحو الشارع الموازي لشارع مها حيث العمارة التي أسكن بها. وصعدت إلى شقتي وقلبي كاد يتوقف، وارتميت فوق سريري لا أصدق أنني كنت على مسافة أقل من 2 مترين من شبح مخيف. الفنان عزت أبو عوف أيضا أكد الواقعة خلال إحدى الحلقات التي شارك فيها ببرنامج القاهرة اليوم مع الإعلامي عمرو أديب. سعاد حسني قالت ناهد يسري صديقة الفنان الراحلة إنها تشعر بوجودها دائما في شقتها، بالإضافة إلى أنها تسمع أصوات أنفاسها، كما أن جيرانها أكدوا أنها يسمعون صوتها كثيرا خارج من منزلها، فيما روى البعض أنهم يرون سيدة تشبهها سيرا على سور البلكونة الخاصة بالمنزل وتستمر في السير حتى الساعات الأولى من النهار. أحمد زكي: من المعروف أن إمبراطور أحمد زكي أنه كان يقيم في فنادق شهيرة ولا يحب الإقامة في المنازل، وأكد بعض شهود العيان أن الجناح المكون من غرفتين بفندق شهير مطل على النيل أنهم شاهدوا دخان يخرج من داخل الجناح بعد وفاته، وحين دخل أحدهم للتأكد وجد رجل أسمر اللون يشبه الفنان الراحل يجلس ويبتسم. ودفع هذا الأمر إدارة الفندق لتجديد الجناح وتغيير جميع أساسه استجابة لشكوات النزلاء. عمر خورشيد وجن مسلم عمره 1700 سنة. لعل هذه الواقعة هي الأغرب في هذه القائمة، حيث تعرض الفنان عمر خورشيد لمس حقيقي من الجن الذي ظهر له، وأصبح يخبره بكل شيء حتى أنه أخبره بطريقة موته. وعن الواقعة يروي الكاتب الصحفي حسن الحفناوي في مجلة الكواكب، والذي كان يعايش الملحن الراحل في آخر أيامه، أن خورشيد في آخر أيامه كان يواظب دائما على الصلاة، ولا أحد كان يعلم أن هذا سبب شعوره بالنهاية أو خوفه من زائر الليل الذي اقتحم حياته في آخر أيامها. وأثناء جلوسه وحيدا في أحد المرات بمكتبه انقطعت الكهرباء ليضيء بعض الشموع، إلا أنه ثم الطيار مجهول كان يطفئها، وتكرر الأمر أكثر من مرة ليقول خورشيد: هو في عفريت هنا ولا إيه؟ ليصدم من الرد. ويضيف الكاتب: حيث سمع عمر الصوت بالفعل يرد عليه، وبعدها هرع إلى الخارج وركض هاربا. وبعد عودته في اليوم التالي وجد ما لم يتوقعه، حيث رأى الشموع لا زالت تتوهج دون أن تنصهر. وتابع: بعد فترة بدأ هذا الزائر الغامض يتردد كثيرا على خورشيد حتى أقنعه أنه لن يضره، وأصبحت هنا علاقة بينهما، وبدأ يخبره بكل شيء حتى نهايته، حيث قال له في أحد المرات: وجهك معكوس على شظايا الزجاج وعليه بركان أحمر يتلألأ فوق جبال قائمة سوداء. ولم يفهم وقتها معنى هذه الكلمات، إلا أنه كان يقصد طريقة وفاته،
والتي أتت في حادثة سيارة بنفس الوصف الذي قال له. واختتم الكاتب: بعد فترة طويلة كشف لي عمر الأمر، ولم أصدق في البداية حتى رأيته بنفسي، وعندما طلبت منه التخلص من هذا الشخص رفض وقال لي إنه اختاره تحديدا وأن عمره 1700 سنة. وردة: بالرغم من أن وفاتها كانت طبيعية إلا أن الذكرى السنوية الأولى دقت الساعة في منتصف الليل، واستمع الجيران لأصوات أنين أيقظتهم من النوم، وبدأ الأصوات وكأنها لشخص يتألم، وسرعان ما اكتشفوا أن مصدر الصوت هو شقة الفنانة الراحلة. وحدث ذلك برغم أنه لا أحد يسكن فيها ولم يدخل أي شخص منذ وفاتها، وما تعجب له الجميع بينما أكد أحد سكان العقار أن هناك شبحا متجولا يخرج من الشقة بين حين وآخر. يوسف العسال: تعرض الفنان يوسف العسال للقتل داخل شقته بشارع بغداد في منطقة مصر الجديدة على يد 4 من اللصوص تركوا باب الشقة، وعندما فتح لهم العسال حاول اللصوص مجاراته لكي يتمكنوا من دخول الشقة عنوة لسرقة محتوياتها ومن ثم قتله. وأكد أقارب العسال أنهم حين ذهبوا للمنزل بعد ذلك لتفقد محتوياته شعروا بحركات غريبة في المنزل وتبدل أماكن محتوياته من وقت لآخر، ما دفعهم لإنجاز مهمتهم في وقت قصير والخروج مسرعين. ذكرى: لقت الفنانة ذكرى مسرحها على يد زوجها قبل أن يقتل نفسه والآخر لأسباب مجهولة لا يعرفها سوى قليلين. وبعد أكثر من عام مر على الواقعة، اشتكى الجيران من سماع أصوات غريبة تخرج من الشقة مثل أصوات عالية ومشاجرات عنيفة، كما أكد بواب العمارة أنه يرى شرفة المنزل تفتح وتغلق وحدها، كما أن المصعد أحيانا يصعد إلى الدور الثاني بالرغم من خلوه من السكان. سوزان تميم: تعرضت المطربة الشابة سوزان تميم لواقعة مؤسفة بعدما قتلت على يد أحد المأجورين بتوصية من رجل أعمال شهير داخل منزلها في دبي وتحديدا في الجميرة. ونشر أحد مواطني دبي مقطع فيديو يؤكد ظهور الأشخاص داخل المنزل المهجور في دبي، كما أنهم يشاهدونها تجلس داخل سيارتها بشكل يومي في أوقات المساء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.